تتحل. ايه بس الحكاية يا رجوز؟ ايه الحكاية يا مرزوقة؟ الحكاية بدأت من ساعة ما مراتي مرزوقة قالت لي أرجوز أرجوز يا بنت أرجوز، الله ما تردي يا راجل. يا مرزوقة، ما انت شايفة ان انا مش فاضي وبقرا كتاب؟ ما انت عارفة ان انا مثقف. مثقف؟ يعني ايه مثقف دي يا أرجوز؟ يعني بتقعد تسقف بإيدك زي العيال؟ يا مرزوقة، مثقف يعني متعلم متنور بيعرف معلومات كتير. علشان كده انت بتقرا في الكتاب علشان تتعلم وتعرف معلومات كتيرة وتبقى مثقف. ها بالظبط كده يا مرزوقة. يا حلاوة يا حلاوة، جوز الأراجوز مثقف يا ولاد. لا 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 لا. بس بقى يا مرزوقة سيبيني اكمل قراية، فاضل لي حاجة بسيطة واخلص كتاب مهم علشان انا وانتي لازم ننفذ اللي جواه. طب اديني سبت اهو لحد ما تخلص علشان اعرف ايه اللي جوه الكتاب ده مخليك مركز قوي. خلاص لسه خلاويس. خلاص لسه. وبعدين بقى اعمل معاها ايه دي؟ بس لقيتها. انا هسألها سؤال وانا عارف انها مش هتعرف تجاوبه، وعلى ما هي تسأل الاولاد ويجاوبوها اكون خلصت اللي باقي من الكتاب. بص يا مرزوقة، عايزك تعد من 1 ل10 بالعربي وبعدها بالانجليزي. على ما تخلصيهم اكون انا خلصت واقول لك على كل حاجه. ماشي؟ بس كده دي بسيطة. ماشي. الله 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 الله، انا نسيت اني ما بعرفش اعد يا ابني. الايه اركز بتضحك عليا. وبعدين يا مرزوقة هتسيب الأرجوز يضحك عليكي؟ لا 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 طبعا الله. طب هتعملي ايه؟ تعملي ايه؟ ايوه انا هسأل الاولاد وهم يساعدوني. يا ولاد يا ولاد، تعرفوا تعدوا معايا من 1 ل10 بالعربي وبعدين بالانجليزي؟ لا ايوه ولا بلا. يا رب عليا بتتعاني. تعرفوا تعدوا ولا لا؟ طب بصوا، اول ما اقول لكم يلا بينا نبدأ نعد وانا هعد معاكم لاني بعرف اعد، بس نفسي ولازم حد يعد معي. اتفقنا؟ طب يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شاطرين، برافو عليكم يا ولاد، سقفوا لنفسكم ضغط عالي. طب حافظين من 1 ل10 بالانجليزي؟ طب هقول لكم برضه يلا بينا ونبدأ على طول. اتفقنا؟ يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برافو، سقفوا لنفسيكم. طيب انا جوز اديني عديت وخلصت كمان. قولي بقى كنت بتقرا كتاب ايه اللي عايزنا ننفذه؟ كنت بقرا كتاب يا مرزوقة عن المشروعات المهمة لتطوير بلدنا مصر. تطوير؟ ايه يا اخويا الكلام
الخبير ده يعني ايه تطوير؟ تطوير يا مرزوقة بالبلدي كده يعني ان الانسان يتعلم حاجات جديدة ويشوف ويعمل حاجات تحسن من مستواه ودخله وحياته. برضه مش فاهمة. ما انت لو سمعتي كلامي وتعلمت القراية والكتابة وبقيتي مثقفة وكنت فهمتي. بص يا مرزوقة، انا بقرا كتاب عن المشروع القومي للأسرة المصرية، والمشروع ده علشان يحسن حياة المواطن المصري ويخليها افضل. انا كده فهمت. ومين يا اخويا اللي عمل المشروع ده؟ دي يا مرزوقة مبادرة رئاسية نادى بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسنا، وبتنفذها كل هيئات ومؤسسات الدولة. يا حلاوة يا حلاوة. والكتاب ده في كل الحاجات الخاصة الأسرة، ولازم أنا وإنتي ننفذ الكلام ده. كلام ايه؟ هقول لك يا مرزوقة، أول حاجة هي تحديد النسل وتنظيم الأسرة. تحديد ايه؟ بقول لك ايه يا اخوي، انا مش بفهم الكلام الكبير ده، اشرح لي واحدة واحدة. حاضر يا مرزوقة، أنا هقول لك الكلام واشرحه لك واحدة واحدة علشان تفهمي. تحديد النسل ده يعني كل أسرة تحدد هي هتخلف عيال قد إيه، وفي الكتاب بيقولوا لنا نخلف طفلين وبس. نعم. لا يا اخوي، انا هخلف 5 علشان يبقى عندنا عيال كتير يجروا يتنططوا حوالينا. كم؟ 5؟ يا لهوي، وانا اكلهم منين يا مرزوقة ونصب عليهم منين؟ ربنا بيرزق. انا معاك ان ربنا بيرزق، بس ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحنا معانا فلوس بس الفلوس دي لو صرفت على 4 عيال بس يا دوب هناكلهم عيش عارف، لكن نفس الفلوس دي لو صرفناهم على 2 بس هياكلوهم كويس ويلبسوا كويس ويتعلموا كويس، والدولة تقدر تخدمهم ويقدموا لهم رعاية صحية وفرص عمل ومكان يسكنوا فيه ويعيشوا حياة كريمة. فهمت يا مرزوقة؟ بس في ناس كتير يا اخوي عايشة وعندها عيال كتير. في وعايشين، بس بسبب الخلفة الكتير دي كان في عيال كتير متسربة من التعليم، وكان في نسبة كبيرة من الوفيات في الأطفال من سن يوم ل5 سنين. اهو انت بذات نفسك بتقول كان، يعني دلوقتي مفيش. ايوه يا مرزوقة كان، بس دلوقتي الحمد لله، وبسبب جهود الدولة للارتقاء بجودة الحياة وجودة العنصر البشري وتطويره قلت نسبة الوفيات للأطفال، ودي كمان قلت كمان نسبة الأطفال المتسربة من التعليم. وعلشان ده ما يتكررش تاني الدولة بتنادي بتنظيم الأسرة. والله كلام معقول. خلاص احنا نخلص 2 ورا بعض بسرعة علشان نعلمهم ويبقوا كويسين. لا برضه يا مرزوقة مش ورا بعض، لازم يكون في وقت بين الطفل الاول والتاني علشان صحة الام والطفل يبقوا كويسين، وكل طفل ياخد حقه من الرعاية والاهتمام وتبقى صحته كويسة. برضه يا اخويا كلام معقول وزين. وبعدين يا مرزوقة المجلس القومي للمرأة، ودي جهة من الجهات اللي بتنفذ المبادرة فيها، بيقولوا في الكتاب ان لما الست يبقى عندها طفلين بس هتقدر تراعيهم كويس وفي نفس الوقت تحقق ذاتها ويبقى ليها دور في المجتمع، وكمان هم بيساعدوها تعمل مشروعات صغيرة تحسن بيها دخل السنة وتحس بذاتها وان ليها كيان في المجتمع. يا حلاوة يا حلاوة. خلاص انا هعمل مشروع وابقى ست اعمال. قصدك سيدة اعمال؟ ايوه يا اخويا هينا دي، بس انا ما بفهمش حاجة في المشاريع وتكلف كام، ولو المبلغ مش معايا اعمل ايه؟ في حاجات كتير واكيد في ستات زي حالاتي
لا يا مرزوقة، وهم في المجلس القومي للمرأة بينفذوا جلسات اسمها جلسات الدوار، بيعلموا الستات كل الحاجات دي، وبيعلموا الأطفال برضه حاجات حلوة، وبيتكلموا معاهم عن حقوق الطفل وازاي كل طفل يحافظ على حقه، يتمتع بحقوقه جوه بلده، ويعرف ايه الحق اللي ليه وايه الواجب اللي عليه. يا حلاوة يا حلاوة، خلاص يا عرجوز، انا هروح احضر الجلسات دي. طب يا أراجوز ما الدنيا تمام اهو، امال فين المشكلة؟ المشكلة يا سيدي انها فعلا سمعت الكلام ده وقدرت جلسات الطوارئ وعملت مشروع ونجح، ودلوقتي عايزة تقنعني ان تشوف مشاكل الستات حواليها وتحل. قال ايه؟ واحدة جوزها بيعاملها وحش تروح لها وتساعده في حل مشكلتها، وفي بنت صغيرة فرحها الاسبوع الجاي قال ايه؟ عايزة تمنع الجوازة دي وحاجات تانية كتير، وانا قلت لا يعني لا، احنا نخلينا في حالنا بس. يا أراجوز يا أراجوز افهم، أنا اتعلمت في جلسات الدوار دي ازاي أمهد كل أشكال العنف ضد المرأة وأحل المشاكل دي كلها بحكمة وعقل، يبقى ليه ما ساعدش الناس في حل مشاكلهم؟ احنا كلنا في مركب واحدة، واللي اتعلم حاجة يساعد بيها الكل. لا 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 يا أراجوز، انت مالكش حق. مرزوقة بتتكلم صح، انت ساعدتها تتعلم وتروح، وهي عايزة تساعد غيرها. مش كده يا ولاد؟ مش لازم كلنا نساعد بعض ونقف جنب بعض؟ شاطرين. طيب يلا بقى كلنا نقول للأراجوز وافق بصوت عالي، قولوا معايا وافق 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 وافق. خلاص موافق، بس بشرط تغنوا معايا الاغنيه اللي هقولها. بجد يا أراجوز؟ بجد انا مبسوط منك جدا، وكمان صحابي الحلوين دول مبسوطين منك جدا جدا جدا، صح يا اصحابي؟ تمام. يلا يا سيدي، وهنغني كمان معاك اغنيه بتقول ايه؟ شرفتونا وانستونا ويا رب ما تقدروا تنسونا. شرفتونا وانستونا ويا رب ما تقدروا تنسونا، ولا تنسوا اهداف سهرتنا عن اولادنا وعن صحتنا. هي دي كلمات الاغنيه يا اولاد. دلوقتي أراجوز هيغنيها بالمزيكا واحنا نغنيها معاه. هقولها تاني: شرفتونا وانستونا ويا رب ما تقدروا تنسونا، ولا تنسوا اهداف سهرتنا عن اولادنا وعن صحتنا. يلا يا أراجوز انزل بالاغنيه. ونتمنى سهرة سعيدة ان شاء الله نكون شرفنا. اهلا بيكم اعزائي متابعي صفحه اخبار رمادي، اهلا وسهلا بحضراتكم. معكم النهارده في تغطيه خاصه في احتفاليه للمجلس القومي للمراه. النهارده المجلس القومي للمراه عامل احتفاليه وامسيات للاسره المصريه عشان نفرح الاطفال بس، لكن الكبار لسه هنبدا معاهم دلوقتي. اتفضل يا شيخ زكريا، هنبدا القران الكريم. خير ما نبدا به هو القران الكريم. فعايزين الناس الكبيره بقى تطلع من قدام والاطفال يرجعوا من ورا. معلش جمع لنا الناس الكبيره كده يتفضلوا يدخلوا جوه. طبعا احنا النهارده معاكم في احتفاليه للمجلس القومي للمراه بينظمها النهارده في حاجر ابو خليفه، في مركز شباب حاجر ابو خليفه النهارده.